مش اي حد يقدر عليه. يا مي، يا نعم. سؤال جديد بقى. يلا بينا. يلا. ليه لو البراند بتركز على اللايف ستايل او بتطلع اكسبيرينس معينه للناس هي اللي بتنجح اكتر؟ عشان الناس فضوليين. عشان الناس بتحب تشوف واتس بيهايند. انا عايزه اشوف زي مثلا اسمها فاتيز، ماشي، بتعمل ايه؟ هي بتشو ازاي بدأت وازاي النهارده بتعمل الفليفر ده وازاي مش عارف ايه وكده. فانا عندي فضول اعرف واتس بيهايند ذس بيس اوف دونتس. لو جت قالت لي دونتس كنت اقول لها اروح اشتريها من دانكن، يعني مع احترامي للمقاطعه، بس انا بدي اكزامبلز. فلا، هي الفكره انه احنا كبني ادمين احنا فضوليين، واللي يقول لك احنا مش فضوليين غلطان من الاخر. طبعا غلطان. احنا فضوليين جدا، وبعدين بنحب الستوريز. احنا كميدل ايست كمان بالذات نحب المسلسلات ونتفرج ونعرف ايه اللي هيحصل بكره، لان انا عارف ان انا بويست تايم، انا بهاف فن، مش بس انا قاعد ومعلق نفسي وبنبوظ شهر رمضان كله بان احنا نقعد نتفرج على مسلسل والتاني وما اعرفش ايه، كل يوم اخش اكل اتفرج على بلايند ديت شو أيوة. عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل. عايزين نعرف ايه اللي حصل. فاحنا فضوليين وبنحب نعيش قصص، فهي اللي عملته ان هي عيشتك القصه day after day after day، وبقيتي انت حاسه ان انت بارت من النجاح ده، انت جزء من البراند. فهو ذكاء، بس خلي بالك مش اي حد يقدر عليه. يعني مش اي حد يقدر يوري كل حاجه behind the brand بالقوه دي. فهي طبعا حاجه قويه جدا، ومش كل الاندستريز ينفع يتعمل فيها كده. هو عشان اكل وكده فالموضوع كان قماشه تنفع، لكن في حاجات تانية ما اقدرش ان انا اروح behind كده what's behind the brand يعني. بس فالفضول حلو برضه. عايزين نجربها على فكره، محتاجين نطلبها الشركه مره. يلا بينا، تيجي اتفقنا. نعمل دونتس داي. يلا. شوف لنا في الكالندر امتى حالا. الدونتس داي ونعمل. استنونا على البيتزا دي على فكره. عندنا هنعمله، بيتزا عندنا وباستا. بيتزا دي تعملي باستا. وباستا. الشهر ده باستا والشهر اللي بعده بيتزا. يلا بينا. يلا.